الذكاء العقلي ده هبة من عند ربنا، محدش يقدر يختلف عليه وبيختص بيه ناس معينة. ولكن الذكاء العاطفي ده مهارة كلنا مولودين بيها، كلنا مولودين بمهارة الذكاء العاطفي. كل واحد فينا عنده خزان كده أو مخزون من الذكاء العاطفي بيتولد بيه. المخزون ده بيقل بسبب طريقة التربية. هل لو أنا كبرت دلوقتي يعني وبقيت كبير ما أقدرش إن أنا أنمي الذكاء العاطفي ده؟ لا جدا، ده أفضل من الأول. هي الفكرة إن عندك ايه اهمية اني اكون ذكي عاطفيا؟ الذكاء العاطفي غير الذكاء العقلي. قابلنا كتير ناس في حياتنا عندهم ذكاء عقلي، ودول ممكن جدا ينجحوا اكاديميا او يدخلوا كليات قمة، ولكن مش شرط خالص ان هم يكونوا ناجحين اجتماعيا او ناجحين في عملهم خالص. الذكاء العقلي ده هبة من عند ربنا، محدش يقدر يختلف عليه وبيختص بيه ناس معينة. ولكن الذكاء العاطفي ده مهارة كلنا مولودين بيها، كلنا مولودين بمهارة الذكاء العاطفي. كل واحد فينا عنده خزان كده أو مخزون من الذكاء العاطفي بيتولد بيه. المخزون ده بيقل بسبب طريقة التربية. هل لو أنا كبرت دلوقتي يعني وبقيت كبير ما أقدرش إن أنا أنمي الذكاء العاطفي ده؟ لا جدا، ده أفضل من الأول. هي الفكرة إن عندك خزان جواك، الخزان ده فضي شوية أو قل أو ما بقاش فيه خالص، ولكن في مكان بيتفرغ فيه الذكاء العاطفي ده، لأنها مهارة كل ما بتزود الخزان ده بيتملي. وطبعا لو اتعلمنا المهارة دي حياتنا هتتغير 180 درجة. هو ايه الفرق ما بين 2 موظفين شغالين في شركة واحدة؟ الاتنين بيطلبوا نفس الطلب، مديرهم واحد، طلب يتوافق عليه والطلب التاني يترفض. الفرق هنا هيكون في المعاملة. الذكاء العاطفي، لو مدير شغال معاه ناس والمدير ده عنده ذكاء عاطفي، الذكاء العاطفي ده بيفرق في ان هو يقدر ان هو يستوعب مشاعر الناس من ان هو اصلا مستوعب مشاعره وعارف يديرها. فتخيل معايا كده مدير شغال في شركة عنده ذكاء عاطفي، شغال في الشركة دي موظفين عندهم ذكاء عاطفي، بيكون رضا العملاء عنهم عالي جدا 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 وبيحققوا مكاسب للشركة عالية قوي. بنشوف كمان مدرس في مدرسة الطلاب بتعرف ان هي تتعامل معاه وبيحبوه مش بيكرهوه، والمدرسين كمان بيحبوه وبيقدروا ان هم يتعاملوا معاه مرن، بيقدر ان هو يفهم مشاعرهم من ان هو طبعا فاهم مشاعره وعامل حالة في المدرسة وكويس الى حد ما. وتلاقي مدرس تاني الطلاب مش بيحبوه، مش فارق معاهم، المدرسين عامل معاهم تاتشات، المدير قافش معاه. فايه الفرق ما بين الاتنين؟ شخص عنده ذكاء عاطفي، ما بنقولش طبعا ان هو عنده الذكاء العاطفي واو عشان ما فيش حد يسمع الكلام ويقول انا مثلا لا ده انا كويس، لا، انت دايما محتاج ان انت تتعلم ازاي تفهم مشاعرك وتفهم نفسك، وبالتالي تقدر تفهم الآخرين. أنا ممكن أقدر إن أنا أتعامل في شركتي مع الناس علشان خاطر أنا شغال والناس شغالين وعايزين نحقق إنتاجية، فبكون مجبر وكابت مشاعري في الحالة دي، ولكن ما بقدرش بعد فترة إني أكون طبيعي، بفضل مضغوط ومشي لحد ما انفجر. ولكن إحنا بنتكلم دلوقتي عن شخص عارف يعني إيه ذكاء عاطفي، وبيقدر إن هو يتعامل مع الناس وما ينضرش من تعامل الناس ليه، من إن هو عارف اصلا ازاي بيفرغ مشاعره، ازاي بيدير مشاعره، فاهم نفسه بيحب ايه وبيكره ايه، فاهم لما بيكون زهقان ما يقدرش ان هو ياخد قرار، فاهم العمق بتاع نفسه قوي. فلو اتكلمنا دلوقتي عن الذكاء العاطفي هنلاقي ان الذكاء العاطفي اعمق بكتير من ان الناس عارفينه. هتلاقي مثلا انا من فترة كبيرة شوية كان في حد لما بيحصل معايا مشكلة او كده في العلاقات فبسأله فيقول لي انت محتاج بس شوية ذكاء عاطفي. فانا طبعا ببص له كده وبفضل اكلم نفسي يعني محتاج احب يعني فعلا انا ما بعرفش احب، فانا فعلا محتاج ده. وهو طبعا الذكاء العاطفي اعمق من كده بكتير، اعمق من اللي انا كنت متخيله. طب ايه بقى لو انا ذكي عاطفيا هيحصل لي ايه؟ لو انا ذكي عاطفيا بكون قادر على تجاوز ضغوط الحياة، بكون اقل عرضة للتوتر والقلق والاكتئاب وكل الاضطرابات النفسية، انا بكون اقل عرضة ليها. بتكون كمان اقل عرضة للادمان، وبيكون كمان عندك قدرة على اتخاذ قرارات أقرب للحكمة، ولا أنت متسرع ولا أنت قلقان. بيكون في توازن ما بين الحالة المشاعرية
المشاعرية والتفكير المنطقي. الشخص الذكي عاطفيا بيكون صحته الجسدية طبعا أفضل لأن صحته النفسية كويسة. في الذكاء العاطفي هنا أنت بتتعلم بقلبك انت بتكون فاهم كويس جدا مش حافظ كلام، لان في فرق ما بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، وده بنشوفه كتير. بنشوف ناس فاهمة شوية في الذكاء الاجتماعي فتلاقيهم بدون وعي بيصنفوا الناس او بيحطوهم جوه مكعبات مكتوب عليها فوق اسامي معينة. يعني مثلا انا شفت سمات الشخصية الاعتمادية فبكتب سماتها 1 2 3 4 وانا حفظت ده، فجالي شخص فيه السمات دي فصنفه بدون ما اقول له، ما انا فاهم ان انا ما ينفعش ان انا احكم على الناس، ولكن انا حكمت عليه في عقلي. ومن هنا بصنف الناس، ده شخصية اعتمادية، ده شخصية حدية، ده شخصية نرجسية، ده شخصية متعلقة. وفي الحالة دي انا عقلي اوتوماتيك بيحاول يحميني من الاشخاص اللي انا حطيتهم جوه تصنيفات، فبيبعدني عنهم اوتوماتيك وما بقدرش ان انا اتواصل معاهم وارجع اشتكي ان انا راجل فاهم وعارف كويس جدا وحافظ وقاري ودارس، ولكن الناس بتتنافر مني. بيتنافروا مني ليه؟ لان عقلي اوتوماتيك بيبعدهم عني بدون وعي. فانت بتكون في الحالة دي حافظ مش فاهم. لكن الذكاء العاطفي بيكون الاول انت فاهم مشاعرك وقادر تديرها، وفاهم ايه اللي بيزعلك، وفاهم تفرغ ازاي، وبالتالي تقدر تتواصل مع الاخر. ما انا عمري ما هتواصل مع الاخر قبل ما اتواصل مع نفسي. انا بضحك على نفسي وبكذب عليها. لو ما قدرتش ان انا اتواصل مع نفسي مش هقدر اتواصل مع الاخر، هيكون تواصل فيك. الذكاء العاطفي كمان بيساعدك على استقرار الحياة الزوجية والتعامل الجيد مع الاولاد، فدي مهارة ما ينفعش ابدا في الايام اللي احنا فيها دي نفوتها. على الاقل نتعلمها، هتفرق معانا في تربيتنا لاولادنا، هتفرق معانا في علاقاتنا الزوجية، في علاقاتنا مع الناس، في علاقتي الاهم مع نفسي، هتفرق معايا جدا. وفي ظل الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي كلنا بيخلي فيه الحاح ان انا اتعلم المهارة دي. احنا دلوقتي بعد ما اتعلمنا يعني ايه اهمية الذكاء العاطفي، محتاجين نعرف حاجة مهمة جدا جدا. ايه هو بقى الذكاء العاطفي؟ يعني ايه ذكاء عاطفي اصلا؟ وده ان شاء الله اللي هنعرفه في الفيديو الجاي. انتظرونا. لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه. وطبعا بطلب من حضراتكم اللي سامعيني كلهم، يا ريت لو هيفيدونا بتجربة مروا بيها مع حد عنده ذكاء عاطفي او هو ما كانش يعرف الذكاء العاطفي وعرفه، ويحكي لي موقف. الموقف ده او التجربة دي هتكون بمثابة نور قدام ناس الطريق مظلم قدامهم. واحب اختم كلامي بمقولة بتقول: قد يمتلك الإنسان حيرة في عقله ولكن عاطفته مش هتكذب عليه أبدا. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.